تشاهدون في هذا الفيديو. بعد سنوات من النضال من أجل الوحدة الترابية للمملكة المغربية، السيد فوزي الأقجع يعلن قرب انتهاء ملف الصحراء المغربية. فرجة ممتعة. أضم صوتي لصوتكم جميعا، ونحن على بعد أيام طبيعة الحال من الاحتفال بالذكرى 50 المسيرة الخضراء، لننوه أقول بالمسيرة الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، تجسيدا لمبدأ دعا إليه جلالته على مدى سنوات، وهو مد اليد إلى الأشقاء الجزائريين، لأن كل ما راهن عليه خصوم وحدتنا الترابية أعتقد الاستنزاف الاقتصادي والتنموي أصبح دون جدوى، وما علينا إلا أن نرى وضع المغرب قبل 50 سنة واليوم. راهن أعداء الوحدة الترابية على بطبيعة الحال عزل المغرب إقليميا ودوليا. اليوم وبعد مرور 50 سنة علينا أن نلاحظ وأن نتساءل: من البلد الذي أصبح معزولا سواء إقليميا أو دوليا؟ وبالتالي أعتقد أن هذه المسيرة الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك نصره الله وصلت إلى مسارها الأخير بطبيعة الحال لبسط السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية ومواصلة المسار المغاربي الذي يعتبر حقيقة ماضية وتاريخية ومستقبلية في بناء مختلف التكتلات. هي فرصة لأعبر عن قناعة راسخة، هي الدور الاستراتيجي الذي تقوم به مختلف المؤسسات الأمنية، سواء الأمن الوطني أو القوات المسلحة الملكية أو الدرك الملكي والقوات المساعدة، والحماية الوقاية المدنية من دور رائد، سواء لتوفير الأمن والسلم داخل مختلف ربوع المملكة أو في حماية الحدود. ولهذه الأسباب مجتمعة كنا ولله الحمد مجمعين على أن مد هذه المؤسسات بمختلف الإمكانات والاعتمادات والمناصب عبر السنوات لتقوم بأدوارها كنا على صواب، وأثبت التاريخ هذا الأمر. في النهاية أعطونا رأيكم في التعليق حول هذا الموضوع، ونرجو منكم دعم هذا القناة لأنها في البداية بالاشتراك وتفعيل زر الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو.